إف الصدقات. في يوم جديد، بدأت حكاية جديدة من حكايات سهل وكريم في المدرسة. بدأت الحكاية قبل شهر رمضان المبارك بأسبوع في بيت سهل، حين قالت والدة سهل له: سنبدأ في توزيع حقائب رمضان، كل عام وأنت بخير. رد سهل: وأنت بخير يا أمي. ابتسمت الأم وأكملت قائلة: سأعطيك اليوم 5 حقائب فقط حتى لا يكون الأمر ثقيلا عليك ومتعبا لك، وأنا أريدك أن تكون مستمتعا به ومبتسما لأنه عمل خير. قال سهل: هل أستطيع أن آخذ كريم معي يا أمي ليساعدني في توزيع الحقائب إذا سمحت له والدته، حتى يشاركني في عمل الخير؟ ردت الأم مبتسمة: فكرة رائعة يا سهل، اتصل عليه حتى يستأذن والدته ويأتي إذا سمحت له. وبعد قليل دق جرس الباب، وكان بالباب كريم. استقبله سهل بالترحاب وأدخله. سلمت عليه والدة سهل وأوصتهم قائلة: يجب أن تبتسموا وأنتم توزعون الحقائب على المحتاجين وألا تشعروهم بالحرج. سنوزع اليوم 5 حقائب فقط لأنها ثقيلة. سأكتب لكم الأسماء والعناوين في ورقة حتى لا تتشتتوا. رد سهل: حسنا يا أمي. أعطتهم والدة سهل الحقائب، ثم خرج الاثنان وهما يحملان الحقائب ولائحة الأسماء، ثم بدأ في التوزيع ودخل أول منزل وناول الحقيبة لصاحب المنزل وخرج، ثم أكمل التوزيع. وكان من ضمن البيوت التي سيوصلون لها حقيبة رمضان بيت زميل لسهل وكريم في الفصل، كان سهل يعرفه ولكنه لم يخبر أحدا، ولكن كريم لم يكن يعرف. انتظروا الجزء الثاني لتعرفوا ماذا حدث مع سهل وكريم، وكيف كانت ردة فعل كريم.